عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طلابنا طلاب الصف الرابع؟ اليوم إن شاء الله سوف نأخذ حساب الوقت. دائما نبدأ بسم الله نتوكل على الله. أستاذي ببساطة لتحسب الوقت تذكر بأن الساعة كم تساوي يا صديقي؟ 60 دقيقة، وأن الدقيقة تساوي كم؟ 60 ثانية. هنا أستاذي لن نحسب للثواني، نحسب ساعات ودقائق. هذه الفكرة التي نريدها. لاحظوا هذا جدول لحافلة ألف وباء وجيم ودال وها وواو، وهنا ينقل روي إلى ينقل، وهنا ينقل إلى روي، يعني منطقة إلى منطقة. يعيش ماجد في نزوة، يريد ماجد زيارة خالته في ينقل، فهو يريد أن يذهب إلى ماذا؟ إلى ينقل. تقول من نزوة إلى ماذا؟ إلى ينقل. يوم السبت. يريد ماجد أن يمضي مدة كم؟ ساعتين على الأقل، وأن يعود إلى المنزل قبل الساعة 7. ما الأوقات المختلفة التي يمكن لماجد ركوب الحافلة فيها؟ تقول لي أستاذي لا، هو يقعد ساعتين ويعود قبل الساعة 7. تقول لي يستطيع ماجد أن يذهب مثلا أين؟ في الحافلة طبعا يوم السبت هو يستطيع أن يذهب في الحافلة 9:30 ويقعد إلى ماذا؟ إلى 11:30 ويعود قبل ماذا؟ 7. ويستطيع أن يذهب في الحافلة باء، ويستطيع أن يذهب في الحافلة جيم، ويأخذ في الحافلة دال، وحتى الحافلة هاي ينفع، وحتى الحافلة واو. إذن كل الحافلات ممكنة لأنه سيقعد ساعتين بهذا الشكل، ويريد أن يعود قبل الساعة 7 مساء. في منزل خالته نظر ماجد إلى الساعة فوجدها هذه التي هي 3:45. ما الوقت المتبقي قبل أن تغادر الحافلة ولاية ينقل؟ لاحظوا أين هي ولاية ينقل؟ هنا. لاحظوا هنا في ينقل تغادر الحافلة 3:04، يعني ستغادر 4:50. هذه هي الحافلة. كيف نطرحها؟ لاحظوا يا أصدقائي، 50 دقيقة لتصل 4 و15 لتصل 43، فهي أصدقائي 65 دقيقة. كيف طرحتها يا صديقي؟ أشرح لكم. افهم هذا هو المثال. 54 اطرحها من 3:45. تقول يا صديقي نستلف. لاحظوا 5 دقائق هذه تصبح 4 وهذه تصبح 10. 50 ناقص 45 سهلة، 5 الإجابة، هذه 0. والآن يا أصدقائي 4 ناقص 3 فهي 1. فتقول لي ساعة و5 دقائق. ساعة هي 60 دقيقة، و5 فهي 65 دقيقة. واضح يا بطل؟ قرر ماجد أخذ الحافلة لام ليصل إلى منزله، ونظر إلى ساعته مجددا فوجدها 5. لاحظوا 21 22 23 و23. ما الوقت الذي تستغرقه الحافلة للوصول إلى المحطة التالية؟ نذهب ونشاهد الجدول يا أصدقائي. 5 و23 في ماذا؟ في الحافلة لام. الحافلة لام يعود إلى منزله. 5 فهي 6 و15، ستصل المحطة الآتية إلى 6 و15 بهذا الشكل. 6 و15. فقلنا أستاذي نطرح هذه من تلك. لاحظوا 6 و15 ناقص 23. هنا يعني عليك أن تفهم كيف نطرحها. 5 ناقص 3 2، 1 ناقص 2 لا يجوز، نستلف. تقول لي هنا ساعة أستاذي. احذر، الساعة كم من دقيقة؟ 60، فهذه تصبح 61. 61 ناقص 2 كم يا بطل؟ التي هي نعم 60 دقيقة. 6 7 ناقص 2 5، ويتبقى هنا 0. إذن كم؟ 52 دقيقة. تخطط شركة الحافلات يا صديقي لإضافة رحلة جديدة بين ينقل وروي. تغادر الحافلة المرتقبة الساعة 9:30. إذا كانت رحلة الحافلة تستغرق نفس باقي الرحلات، فمتى تصل إلى محطة روي؟ طبعا أستاذي ينقل وروي، فتصل إلى روي، هذه إلى روي. ومن أين بدأت؟ من 59. هذه هي 59.
لتصل إلى روي يا أصدقائي 1:1. من ينقل إلى روي 1:1، 59 1:1 بهذا الشكل. كيف نطرحها يا صديقي؟ لاحظ كيف نطرحها. هذا نظام 12، فالآن أفهمكم كيف تحدث هذا. احذر أستاذي، احذر. في البداية 10 دقائق تصل لل10، هذه 10 دقائق. بعدها يوجد لديك ساعة لتصل إلى 11، وساعة 12، وساعة 1:30 دقيقة. هذه كلها فتحتاج 3 ساعات و40 دقيقة. هذا هو الذي ستحتاجه، 3 ساعات و40 دقيقة. أو إذا أردت تجمعها مع بعضها البعض يا صديقي 220 دقيقة بهذا الشكل. هذا هو درسنا يا أصدقائي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، نشترك في القناة. حفظكم الله ووفقكم، بحفظ الله ورعايته.